الفيديو ده هنشوف شوية حاجات صورتها كاميرات المراقبة، حاجات مرعبة جدا. مش عارف إذا كانت حقيقية أو مش حقيقية. اللي حصل معاه أي موقف أو حاجة زي كده على أرض الواقع يكتب لنا في التعليقات. لكن قبل ما نبدأ تعالوا ناخد حسنتين مع بعض ونصلي على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في التعليقات، وعايزين ندعم الفيديو باللايك والاشتراك في القناة. هنا طبعا دول الاتنين داخلين يصلوا في المسجد، وحصلت حاجة غريبة جدا. هنا في مكان الدايرة المحطوطة هتلاقي فيه خيال حد لابس كفن، يعني كائن أو إنسان لابس كفن، وتقريبا يعني دي واحدة ست مش راجل. ركزوا كويس في الدايرة، هي هتظهر جوه الدايرة المعمولة. مش عارفين يا شباب إذا كانت الحاجات دي مش حقيقية أو الكاميرات مصورها إزاي. طبعا الفيديوهات والحاجات اللي زي دي منتشرة على السوشيال ميديا، احنا بنجمعها علشان نشوف هل الحاجات دي حقيقية ولا لا. شايفين هنا ظهر الميت او الشخص المتكفن جوه الدايرة، وتقريبا الشخص ده واحدة ست تقريبا. هنا ازاي ظهر، وهل هم شايفينه ولا لا؟ طب هل هو حقيقي ولا مش حقيقي؟ الله اعلم. المهم ان الفيديوهات دي منتشرة بطريقة رهيبة على السوشيال ميديا، فاحنا حبينا نشارك معاكم الفيديوهات دي في مواقف تانية. بس ما تنسوش اهم حاجة يا شباب، انكم تصلوا على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في التعليقات. هنا ده كان كائن غريب يا شباب، شايفين ده كائن غريب جدا. صورته كاميرات المراقبة. طبعا ده اللي يعني بالليل، وهنا شخص عدى من السلك، والسلك ضيق جدا. حتى الست اللي معديه استغربت، هو ازاي عدى؟ حاولت تعدي لقيت في سلك حقيقي قدامها، ازاي عدى هو من السلك؟ حاجة مرعبة جدا. طبعا كاميرات المراقبة بتبقى محطوطة في أماكن ومفيش حد شايف بالعين المجردة غير الكاميرات. هنا ده طبعا تقريبا دي معزة، بس ماشية بطريقة مرعبة، ماشية بطريقة غريبة جدا. ده راجل بيقولك ان هو عنده مزرعة، والكاميرا صورت المعزة ماشية بالطريقة دي. وطبعا دي واحدة ست تقريبا داخلة بيتها او حاجة زي كده، مجرد ما فتحت الباب حاجة طيرتها. وهنا دول اطفال نايمين. هنا في حد شد الطفلة دي او البنت دي، في حد موجود معاهم، في كائن موجود معاهم. طبعا في البلاد بره بيبقى الجن والحاجات دي بتبقى كتيرة جدا، مش زي عندنا هنا، لان عندنا طبعا القرآن والصلاة والاذان في كل مكان، وبيقلل موضوع الجن ده خالص. هنا طبعا دي عدت واختفت. طبعا دول في مكان ضلمة وقاعدين بيصوروا. يا الله، ده الزرع اللي كان وراهم كله اتنسف. طيب هنا دي كورة كده، عبارة عن كورة نار. طبعا دي مصورها برضو كاميرات المراقبة، هي باين ان مصورة كاميرا مراقبة. دي كورة نار ماشية في الطريق، يعني كورة نار، شايفين؟ طبعا ده طفل في المقابر، لكن مستحيل طفل يدخل المقابر، ده مش حقيقي، اكيد ده مش حقيقي. بص هو الطفل اختفى. وطبعا دي قطة. طبعا احنا عارفين ان المقابر ده المكان الرئيسي، ده القطة اختفت، ده المكان الرئيسي اللي ظهور الجن والكائنات دي، المقابر. طبعا هنا القطة اختفت ورجعت تاني. هنا طبعا دي قطة وكلب، بس دي مش قطة، ده جن ولبس الكلب، ده 90%. طبعا هنا برضو كائن غريب. الكائنات دي تقريبا بتبقى في بلاد بره، مش موجودة عندنا هنا في البلاد العربية. دي بتبقى في المناطق اللي فيها غابات وكده. ده كائن غريب. الكلب مرعوب منه، الكلب مش عارف يعمل حاجة، الكلب مرعوب اصلا. انا شايفين حاجة في قمة الرعب. طبعا الحاجات دي يا شباب في منها حاجات كتيرة جدا مش حقيقية او معمولة بالذكاء الصناعي، لكن برضو في حاجات حقيقية. هنا شوف الكائن يا نهار اسود، شايفين بتحرك ازاي، بتعامل ازاي؟
طبعا هاي الكلب سيبت اصلا، الكلب اتسمر في مكانه. الكلب خايف يجري عليه، خايف يمشي عليه ويجري عليه. شايفين هو حتى الرجعة بتاعته غريبة، رجوعه للكلب غريب. طبعا هنا دي مستشفى يا شباب، دي تلاجة او حاجة زي. يا نهار اسود، هي حطت جثة والمفروض انها حطت جثة جوه التلاجة، ودي برضو المفروض ان في جثة هنا على السرير. ما لقيتش الجثة، البيبان بتخبط. طبعا الاماكن اللي زي كده برضو بيبقى كتيرة جدا فيها كائنات غريبة وفيها ارواح. المستشفيات برضو اكتر الاماكن المرعبة، لان بيحصل فيها حالة موت كتيرة جدا. شايفين دي السرير بيتحرك من غير اي حد، هي شافت كائن قدامها علشان كانت كده جرت. 90% شافت حاجة قدامها، وده مريض او ميت بيتحرك بطريقة غريبة، بطريقة دي الله اعلم. طبعا دي جوه مستشفى مريضة، او هي مش مريضة اصلا، او مش انس، لانه بصيلها شاف حاجة غريبة. الدكتور طلع يجري اصلا.